واش عمرك فشي ليله وسط النعاس حسيتي بحال شي حاجه جالسه فوق صدرك؟ كتحاول تحرك ما كتقدرش، كتحاول تهضر الصوت ما كيخرجش، قلبك كيضرب بسرعه، كتحس بحال الا شي حضور غامض حداك. في المغرب كنسميوها بوغطات، وفي العالم معروفه باسم الجاثوم. كاينين اللي كيقولوا هذه مجرد حاله طبيه، وكاينين اللي متاكدين انها زياره من عالم اخر. الجاثوم كيصيب تقريبا 3 ديال الاشخاص من كل 10 في العالم، ويمكن حتى انت ولا انتي تكوني جربتيه ولو مره في حياتك. كيجي غالبا في فترات متباعده، ولكن التجربه ديالو كتكون قاصحه لدرجه ما كتنساش. بعض الناس كيحكيو انهم عاشوا لحظات رعب ما طاحت حتى في بال المخرجين ديال الافلام. ظلال كتحرك، همسات، احساس بوجود شي كائن في الغرفه، واحيانا شعور بحال الى الموت قريب بزاف. كتحس براسك واعي ولكن جسدك مشلول بالكامل. الاختناق، الضغط فوق الصدر، محاولات فاشله باش تغوت وتعيط على اللي يعاونك. كدوم الحاله دقيقه تقريبا، ولكن كدوز بحال الى ساعات. من بعد كتفيق وكتحس بحال الا خرجتي من تجربه ديال خروج الروح، روحك كانت غادي تخرج. علميا الجاثوم هو شلل مؤقت في مرحله النوم، كيوقع ملي الدماغ كيفيق ولكن الجسم باقي في حاله ارتخاء عميق. غالبا كيكون ملي كتنعس على ظهرك او ملي كتكون مرهق ولا تحت ضغط نفسي. المختصين كيقولوا الحاله ماشي خطيره، ما كتقتلش، ولكن الاحساس ديالها مرعب بزاف. التفسيرات الروحانيه، كاين اللي كيعتقد ان بوغطات ممكن يكون مس من الجن او اقتراب كائن ما كنشوفوش. اختبار روحي كيوقع في حاله ضعف بين النوم واليقظه، ولا مجرد تلاقي بين عالم الاحلام والعالم الاخر. بعض الناس كيحلفوا انهم شافوا وجوه وسمعوا اصوات او حتى حسوا بلمس حقيقي. التفسير العلمي اللي ما كيشرحش كل شيء. العلم كيقول ان الدماغ في هذه اللحظه كيكون مازال كيحلم، كيقدر يخلق هلوسات سمعيه وبصريه، بينما الجسم مازال مطفي باش ما نتحركوش اثناء الحلم. ولكن علاش بزاف ديال الناس حول العالم كيوصفوا نفس الاحساس، نفس الظلال، نفس الخوف؟ السؤال باقي مفتوح. واش الجاثوم مجرد خلل في النوم، ولا لحظه كتقربنا بشي عالم ما كنشوفوش؟ اللي متاكده منه الا جاك في شي ليله غادي تحس فعلا ان عندك موعد مع شي حاجه ما كتشرحش بسهوله. وشنو هو بوغطات بالمعنى الشعبي ديالنا؟ بوغطات هو واحد الكائن كحل ثقيل بزاف، كيجي لوحده وهو ناعس على غفله، كيحط ركابيه على صدرك ويديه على فمك. كتحس به باغي يخنقك، عينيك كيكونوا محلولين ولكن ذاتك كامله ميته، ما كتقدر تحرك لا صباع ولا لسان. كيسبق وقلنا علميا كيسموه شلل النوم، ولكن في المغرب القصص كتقول بلي هو جن كيهيم في الليل وكيمشي عند الناس اللي ناعسين على ظهرهم ولا اللي فيهم الخوف. قصص مرعبه من تجارب حقيقيه توصلت بها. قصه ديال واحد الدري كيحكي بلي كان ناعس في البيت بوحدو، فجاه فاق في وسط الليل، لقى راسو ما كيقدرش يتنفس، عينيه مشاو لجهه الماريو، شاف خيال كحل طويل وعينيه بحال الجمر كيشوفوا فيه. هاد الخيال نزل بشويه من فوق الماريو وجا حتى لعندو وجلس ليه فوق صدرو. الدري كيقول كنت كنسمع النفس ديالو فودني بحال شي صوت ديال شي حيوان كيتفوه. كنحاول نغوت الوالده ولكن صوتي كان محبوس فوق رجوتي. بقى هكا حتى حس بقلبو غادي يسكت، عاد طلق منه داكشي وغبر. والقصه الثانيه ديال البنت اللي كتحكي باللي بوغطات ما كانش غير كيخنقها، كان كيجيها على شكل راجل قصير ولابس حوايج مقطعين. كانت فاش كتجمد في بلاصتها كيبدا يدوز يديه البارده على وجهها وهو كيضحك بواحد الصوت رقيق وكيقول ليها مزيان هكا بقايا هكا. كانت كتشوفه حقيقي لدرجه انها فاش فاقت لقات اطراف ديال صباعو مطراسين في دراعها. بالنسبه للتجارب ديالي انا عندي بزاف ديال التجارب مع الظاهره ولا هاد الحاله، ولكن بعيده كل البعد على انها تكون بالتفسير العلمي
اللي هو شلل النوم. التفاصيل ديال الاحداث اللي وقعت معايا كانت قاسيه بزاف. غادي نبدا بالحادثه اللي وقعت لي في مرحله المراهقه، واللي بطاله ديالها هي الام ديالي. كنت تلميذه كنقراو غالبا، ما كنجبد انا وبعض الزميلات ديالي مواضيع خارقه للطبيعه، حيت من صغري كان عندي اهتمام بالما وراء الطبيعه. واحد النهار كانت عندنا ساعه خاويه، ومن حسن او من سوء حظنا كانت ديك الساعه هي الساعه الاخرى د النهار، من 5 حتى 6، يعني في وقت المغرب تحديدا. اش غادي نقرر انا والبنات؟ غادي نقرروا اننا نلعبوا ويجا. شنو علاقه ويجا ببغطاط؟ تسناو انا جايكم الهضره. دارنا قريبه من الليسي، مشيت انا والبنات، سرقت كاس من دارنا ولعبنا ويجا في بلاصه قريبه من دارنا بالتوقيت ديال المغرب. هذه قصه بوحدها غادي ندير ليها من بعد الى كتاب ولقيت التفاعل ديالكم حلقه بوحدها. المهم داك الكاس اللي سرقت من الدار قالوا لي البنات هرسيه ولا رميه احسن. انا خفت من الوالده غادي تسولني اش غادي نقول ليها، وخصوصا راه شافتني هزيتو. رجعته للدار. الغريب في الامر ان الصباح ديال الغد جات عندي ماما، اقسم بالله العظيم ما غادي نزيد حرف ولا نقصو. قالت لي واش درتي شي حاجه البارح؟ هكا نكرت، قلت لها ما درت والو. جلست حدايا وهي مسخسخه مريضه ما نعساش مزيان، وقالت لي انا حلمت باللي درت شي حاجه خايبه، وهي شداتني وبقات كضربني وتعض وتسلخ فيا وتقول لي علاش اش داك. وانا كنقول لها عافاك ماما والله ما نعاود. كنبكي وكنحلف انني ما غاديش نعاود. وفي ديك اللحظه قالت لي انه خرج مخلوق من ورايا كحل وجا عندها. قالت لي هي راه في ديك اللحظه فاقت، ولكن ما قدرت لا تتحرك ولا تهدر. كتحس بشي حاجه فوق منها كتحرك ومزير على صدرها، وقالت انها حست بيدين حرشين بزاف قاسوها. بقات كتقرا في القران، كتقرا حتى فاتها الحال. ما نكذبش عليكم، بمجرد ما عاودت ليا تخلت بزاف، عيني دمعوا لانه حسيت بشي حاجه ماشي هي هذيك. وفي لحظه عاودت ليها وقلت لها ها شنو درت البارح، شنو وقع. مشيت هزيت داك الكاس وخرجت وهرستو في الزنقه. بالنسبه لهاد الحادثه هذه راه فيها تفاصيل كثيره، غير ما بغيتش نحرقها باش الا بغيت نعاود لكم التجربه ديالي مع ويجا ما نكونش حرقت لكم الاحداث. هادشي طبعا الا عجبتكم ولقيت التفاعل ديالكم فعلاش لا غادي نديرها بوحدها. اما التجربه الثانيه كانت ديالي شخصيا. واحد النهار كنت يلا كنطيب النعاس، اقسم بالله مازال ما نعست كليا، واعيه وعارفه اش داير بيا. حسيت بشي حد اولا شي يد كتقيس فيا بشويه مع النعاس، كان يلا كيدخلني ومدوخني، ما استوعبتش دغيا. حسيت بحال شي حد كيعاونني نطيب النعاس، كيطبطب عليا بهكا، ولكن في لحظه استوعبت وبغيت نتحرك، والو. تم بقيت كنقرا ايات الكرسي، ما حدي كنقرا قلبي تيتزير، صدري كيتزير، ما حدي كنقرا وكنحس بشي حاجه كتخنقني. المهم الحمد لله ما جيت فين نكملها حتى حليت عيني. مجرد ما حليت عيني ويبان لي خيال كحل هرب من فوقي، وانا متاكده انني شفت وانا فايقه، لانه من مورا ما هرب داك الخيال نط وتقعدت وبقيت جالسه هكا، كنحاول نستوعب شنو هادشي اللي وقع. وهادشي كنقسم لكم بالله الا عشو. وبالنسبه للتجربه اللي ما عمرني ما نقدر ننساها وعشت اسوأ ليله في حياتي، كنظن غادي ندير عليها حلقه بوحدها من بعد، لانه داكتي بزاف بالاضافه لاني ما نقدرش نعاود براحتي دابا حيت بوحدي، وانا اصلا حساسه تجاه هذا الحدث بزاف، كنتفكرو كنتبورش. ودابا اجي نبردو الحاله شويه ونعطيك الحيه اللي كانوا كيديروا المغاربه من قديم الزمان، واللي فيها خلطه بين الدين، التقاليد وشويه ديال الفولكلور الشعبي باش يطردوا هاد الزائر ثقيل. هاد الحيال كيتسماو التحصين، وكيقول لك العيالات الكبار اللي خاف نجا. حيلة الموس هذه هي اشهر حيله عند جداواتنا. كيقول لك بلي الجنون وبوغطات كيخافوا من الحديد. شنو كيديروا؟
كيحطوا موس صغير مطوي ولا مقص تحت المخده. علاش؟ كيعتقدوا بلي المعدن كيطرد الارواح الشريره وما كيخليش بوغطات يقرب لبلاصتك. سداد الفم. شنو هو سداد الفم؟ هو الوضوء والذكر. هاد الطريقه اللي كيديروها الناس اللي قلبهم عامر بالايمان. الوضوء قبل النعاس، كيقول لك النعاس على طهاره كيخلي الملائكه تحرسك. قراءه ايه الكرسي والمعوذات ضروري تمسح بهم على ذاتك كامله. بوغطات كيتحرق الى القاع محصن بالقران. اما الحيله الثالثه فهي وضعيه الجنب. السر الفيزيائي. المغاربه عندهم قاعده ذهبيه: ما تنعش على ظهرك باش ما يركبكش حمار الكحل. لقب اخر البوغطات. الحيله هي انك ديما نعس على جنبك اليمين. علميا هاد الوضعيه كتخلي النفس يدوز مزيان وما كتوقعش لك خنقه في الدماغ اللي هي سبب بوغطات. حيله الصباط. كاين شي ناس كيديروا واحد الحركه غريبه باش يدوخوا بوغطات. شنو كيديروا؟ كيقلبوا الصباط الفرده اليمين بلاصه اليسار حدا الباب ديال بيت النعاس وكيحطوا البلغه مقلوبه. النية كيقول لك هادشي كيقلب الطريق على بوغطات ما كيعرفش فين يدخل. شويه ديال التخربيق ولكن كانت كتهدنهم داك الوقت. اما الحيله الخامسه فهي الملحه الحيه والحرمل. الا كانت الدار ما صافياش وفيها بوغطات بزاف كندوزو المرحله ديال التفوسيخه اللي هي الملحه. كيرشوا شويه ديال الملح، الملحه الحيه في المناكب او القناه ديال البيت. والبخور كيبخروا الدار بالحرمل قبل المغرب حيت الحرمل كيطرد الجن. اما خطه الطوارئ يعني الا مشات حتى وقعات الحادثه مع الاسف. حيله الصبع الصغير. الا قدر الله وجاك وبدا كيخنق فيك، الحيله الوحيده هي التركيز. ما تحاولش تغوت حيت صوتك محبوس، ما تحاولش تدفعو بيديك حيت يدك ميته. الحل هو ركز مع صبعك الصغير ديال رجلك وحاول تحركه ولو غير نغزه. غير كيتحرك هذاك الصبع السحر كيتبطل والذات كامله كتفيق في دقه واحده. قصه بوغطات سالت هنا، ولكن قصص الرعب المغربيه يلاه بدات. شنو بغيتوني نهضر لكم المره الجايه؟ واش على بغلة الروضه ولا عيشه قنديشه؟ مازال كاين بزاف ما يتحكى على خفايا الليل في المغرب. الا كنتي عزيز عليك الرعب الحقيقي وقصص الجنون، فولو للقناه، فعل الجرس حيت القصه الجايه غادي تكون صدمه. تهلاو في ريوسكم وما تنعسوش على ظهركم.